عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا ربي. نهار جديد من ايامات سيدي رمضان. حضرت طاولتي متاع شقان الفطر بسيطة، اما بصراحة بنينة برشا. عملت كمونية بشويبي وتشيش بشويبي وسلطة خضراء تونسية وبريك الدنوني. صدقوني بنا بنا بنا، والكل يعمل 66 كيف. ان شاء الله يعجبكم وصفاتي اليوم وتنال استحسانكم. نخليكم مع بقية الصور ويلا نبداو. اول حاجة باش نحضر البريك الدنوني لازمني نحضر الحشوة. الحشوة باش نعملها اليوم بالدجاج، تجمو تعملوها بالاسكالوب، تجمو تعملوها باللحم المفروم، تجمو تعملوها بالتن، كل حد وكيفاش يحب. خذيت الطنجرة، عملت شوية زيت، كمية متاع بصل قصيتها هكا جويدة، زدت لهنا عندي هوني صدر دجاج مفروم ومعها اسكالوب، سنتين ثوم، وباش نخليهم على الغاز هكا يشكشكوا في بعضهم شويه. نقعد نقلب في هيك الدجاج والثوم ما يقلقش هكايا، خاطر من بعد كيرا وكل شيء باش نعاودو نرحيوه. تو باش نبدا نفوحهم، عندي ملح، كركب، فلفل اكحل، وشويه اكليل ولا زعتر اللي معناتها باش تحبوا تنكوه، اما بالكليل يجي ابن. باش نخلطهم هكا شويه مع بعضهم، نخليهم يتقليو هكا شويه، ومن بعد لكيا باش نمرق بالماء. الماء هذايا باش يخلي اول حاجه مفرفر مش كتله كامله، وثاني حاجه باش يطيب لنا الدجاج. نصبوا كميه خفيفه وكل مره نقعدوا نقلبوا فيه حتى لين يطيب، خاطر ديجا ما فيهوش كميه كبيره متاع ماء. ومن بعد ما طاب الدجاج تو باش نزيد عليه كميه متاع معدنوس اختياريه، هذه تجم تزيدها تجم تزيدهاش، اما تزيدها بالنا. حاسيلو باش نكمل نزيد هكايا شويه ونخليه لين يشيح من الماء، ديما على نار هاديه تو. به وخليته يبرد، وبعد ما برد الخليط تو باش نرحيه. حطيته في الخلاط، زدت عليه هوني عندي موتزاريلا، كعبتين عظم مصموطين، وكعبتين جبن مثلثات. تجمو زيادة تزيدوا الزيتون الكبار، شوية موالح معناتها مالح اللي تحبوا عليه، حصيلو كلها اضافات. تويكا باش نخلطهم لين يولي اعتبارا كالكريمة الكل يتجانس مع بعضه. تجم تنحي هيك الكل وبعد جوز تعمل مثلا كان دجاج وكريم فريش كهو. المفيد تويكا باش نحضر العجينة ساهل ماهل. عندي 100 جرام سميد متوسط، 150 سميد رطب، و150 فرينة، 80 مليلتر زيت نباتي ولا زيت زيتونة ولا زبدة ولا مارجرين اللي تحبوا عليه، ولا مخلط معناتها زبدة وزيت ورشة ملح. نبدأ ونخلطوا فيه هكوما النواشف الكل مع بعضهم ونزيدوهم هيك الملح، ومن بعد نبسسوهم بهيك 80 مليلتر زيت، ونبدأ نضيفه في الماء الدافي بالتدريج، ما غير ما ندلكو لازمنا نلموها لمين بأطراف الأصابع حتى لين نتحصلوا على عجينة هكا ملمومة هكا بالطريقة هذية. جوست هكا نخدموها بكف اليد هكا بسياسة بسياسة حتى لين يولي السطح متاعها أملس. ومن بعد لكي نخليوها في ساشي أليمونتير ونسكروا عليها وترتاح أقل شيء ساعة كاملة. ومن بعد ما ارتاحت العجينة تو باش ناخذ هيك سميد المتوسط باش نرشو، باش نزيد هكا شويه القرمشه. تجمو تنحيوها راهو من العجينه، اما انا نحب هكا تجي تتقرمش، هي تجي طريه صيح اما تجي فيها شويه قرمشه. المفيد تويكا باش نحل العجينه ما لازمهاش تكون خشينه باش واحد ما يقعدش هيك كان في العجين، وما لازمهاش تكون جويده باش كي نقليوها ما تترشقش الكعبه معناتها ويخرج الحشو على برا. تو من بعد ما اتاليتها تو باش نقصها دوائر بأي قالب عندكم، بالكاس بالصحفة باللي تحبوا انتوما، وهيك زايد الكل باش نلمو ونخليه يرتاح. باش نرش شوية سميد، تجمو زيادة مش بالضرورة،
ونحط العجينة على القالب هذايا. تجمو تشكلوا حتى بالكيس ولا بالصحفة. نحط شوية من الحشو، ما نكثروش برشا. وكان عندكم ما تحبوا قالب ما أكبر تجموا تعملوا قالب ما أكبر عادي جدا. حاسيلو ونسكرها. نضغط عليها بالباي وهيك الزيد النحي. تجموا مثلا تعملوا بصحفة ولا بكيس، تحطوا الحشوة وتسكروا بالفرشيطة كيف الحكاية. اما هذه تجي ازين وافين الكعبة. حتى معناتها اللي ما عندوش عادي، واحد ما يحيرش سبحان الله. الحاصل اوكي كيما ريتو كل شيء سهل وشي ما فيها. كما قلت لكم تجمو زيادة تنحيو السميد المتوسط، خاطر هو يعطي قرمشة اكثر للحبات. تو هوني كملت حضرت الكمية اللي عندي الكل. تو باش نخليها ترتاح في الفريجيدير قبل شقان الفطر باش نقليها. تو لهنا باش نحضر التشيش. عندي شوية زيت بصل حطيتهم يتقليو شوية، زدت الشويبي مقطعته طريفات صغار، مغرفة طماطم مكومة، شطرها تابلو كروية، شطرها فلفل احمر سامحوني، كركب وراس حانوط والثوم بالطبيعة ما ننساوهش، باش نخليهم هكا يشكشكوا في بعضهم والكل. راهو سر البنة متاع الشويبي معناتها اي حاجة بحرية كسوا شويبي كسوا قرنيط، راهو السر متاعها انها ما تصمتش. راهي اذا تصمتت راهي بنتها الكل توفى. سينو الماء اللي صمتوا بيه هو اللي طيبوا بيه، فهمتوا؟ هذا هو السر متاعها. لازمها تتورد، نحطوها في طنجرة فارغة ونحطوه هو بطبيعته باش يسيب الماء متاعو. لهنا تشيش بعد ما طابلي، بعد ما مرقت وطاب والكل، زدتو مغرفة هروس ولا هريسة اللي تحبوا عليه، ورشيت التشيش. لهنا باش نعمل الكمونية. هذه الكمونية بنينة وما يقدها كان معناتها انسان ولد بحر ويفهم في الحكايات هذوما. عندي كمية كبيرة متاع بصل قصيتها جويدة، وكمية معتبرة متاع زيت. باهي البصل علاش عملت كمية باهية؟ هو اللي باش يخثر بلنا المرق. زدت الشوابي زادة مقطع وحطيتهم يتقليو لين هيك شوابي يطلق الماء متاعو والنكهة متاعو. تو باش نعمل مغرفة ونص طماطم، شطر المغرفة كركب، شطرها فلفل احمر، ونخلطهم الكل مع بعضهم. وبالطبيعة ما ننساش الثوم، هيك الثوم السر متاع الكمونية. باهي لهنا باش بعد ما حطيتهم يتقليو باش نمرق. باهي انا لهنا مرقت بالماء متاع القرنيط، عندي قرنيطة ديجا باش نطيبها، اسمطها شوية هيك الماء هو اللي باش نمرق بيه. ومن بعد ما وقفت لي على زيتها عملت جرينين فلفل هكا ملحين، ومغرفة شطر مغرفة كمون، وخليتها هكا تشكشك في بعضها شوية لين اتطلقت هيك الريحة متاع الفلفل والكمون وطفيت عليها. صدقوني بنة ما نحكي لكمش. نعملوا عليها رشة معدنوس ولا ومعها مثلا رشة بصل يا ربي ورضاك. ولا هنا عملت السلطة التونسية الخضراء كلها بنة ومنفعة وكلها خضرة، وزدت عليها المعدنوس والنعناع الشايح والتن والزيتون. خيرات ربي. هوني لهنا قبل شقان الفطر باش نقلي كعبات بريك الدنوني. لازم الزيت متاعي يكون غزير، سينو تعملوا طنجرة صغيرة وتصبوا كمية متاع زيت باش ما تستهلكوش برشا زيت. خليته يسخن على نار متوسطة وبديت نقلي فيهم. لهنا عندي كعبتين ولا 3 كتحلولي. لازمكم قبل ما تعودوا تقليوها لازم نضغطوا شوية على التسكيرة قبل ما نقليهم باش ما يتحلوش. حاسيلو هذوما الأطباق متاعي لليوم، إن شاء الله يعجبكم وتنال استحسانكم. بسيطة أما حاجة بنينة وسهلة، وإن شاء الله قسمكم في الجنة يا ربي. وتوا بسلامة.